السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل كيكة السنيكرز المشهورة، ولكن إحنا هنعملها كجاتو. يعني في الصاج هتقطع معايا كمية كبيرة، يعني 18 قطعة. كمان هنستخدم كيكة اقتصادية جدا ببيضتين 2 بس، وكمان الكيكة في الخلاط بطريقة سهلة وبسيطة. فتابع معايا الفيديو للنهاية ان شاء الله هتستفيدي. بس حابة اقولك الاول، لو انت اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك. ويلا بينا نشوف جاتو السنيكرز اتعمل ازاي. اول حاجة كده في بولة انا هستخدم كوبايتين من الدقيق، يكون خاص بالكيك او لجميع الاغراض. هستخدم كيس كيك شيف بالظبط 23 جرام او اي بيكنج باودر متوفر عندك. ربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين كبار من النشا، والنشا بيساعد على طراوة الكيك وكمان بيخلي لونه فاتح. هننخل كده كل المكونات الجافة دي مع بعضيها وهقلبهم كده تقليبة، وهحطهم على جنب واجيب الخلاط بتاعي وهنزل فيه ببيضتين كبار يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، كوباية من السكر الحبيبات، كوب من الحليب الدافئ، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا، ونص معلقة صغيرة من أسانس الحليب، وده اختياري ولكن بيفرق في الطعم جدا جدا. معلقة كبيرة من الخل، ونص كوباية من الزيت أو السمنة أو خليط ما بينهم. وطبعا هضربه كويس جدا في الخلاط لغاية ما يعمل معايا رغوة ويدوب السكر تماما. هنزل كده بيه على الدقيق واقلب كده بالراحة لغاية ما كل المكونات تدوب مع بعضيها. هنزل بقى في صاج مقاس 28 في 45 يكون مدهون، وطبعا الفرن يكون مسخن مسبقا على درجة حرارة 180. هيقعد بالظبط 20 دقيقة في وسط الفرن. هنيجي بقى للكراميل، بالظبط كوباية من السكر في طاسة كده على النار. مجرد بس ما يكرمل معايا كده الحروف انا هبتدي اقلب فيه، وبعد كده انا هقلب فيه كده، وبمجرد ما يدوب السكر تماما بالشكل ده هنزل عليه بكوباية سخنة جدا من المية، كوباية إلا ربع من المية المغلية. بعد كده أنا هحط معلقة كبيرة من السمنة المتوفرة عندك أو الزبدة، وممكن ما تحطيش خالص. وهقلب كده كويس لغاية ما يدوب أي سكر معايا وأي تكتلات. هقلب كده. أنا هجيب كوبايتين من الحليب وهنزل عليهم بمعلقتين كبار كده من النشا، وبمجرد الغليان أنا هنزل كده بالحليب، وطبعا ايدي في قلبي لغاية ما يكون متجانس معايا ويربط معايا الكراميل. ده شكله كده بعد ما ربط معايا. انا عايزاه يكون طري كده وسلس. انا هجيب بقى صلصة الكراميل دي وهنزل عليها بكوباية من الفول السوداني، او ممكن تحطي كوباية ونص على فكرة، يعني ده اختياري. فانا حطيت كوباية ورجعت حطيت ربع كوباية كمان، فانت ممكن تكتفي بكوبايه واحده او ممكن تحطي كوبايه ونص كمان. هنيجي للكريمه. انا هستخدم بس نص كوبايه من الكريمه، معلقه واحده بس من السكر البودر، ومعلقه واحده بس من الحليب البودر، وعليهم نص كوبايه من الميه الساقعه او اللبن المثلج. طبعا هضربه كده على اعلى سرعه ولغايه ما يكون متجانس معايا بالشكل ده. طبعا الصاج هيطلع معايا. انا هقشر بس كده الحروف من فوق وهنزل بالكريمه بالشكل ده. هفردها معاكم. طبعا انت ممكن تستخدمي كوبايه كامله، يعني كوبايه من الكريم شانتيه. دي الصلصه بتاعتي بعد ما عملتها هنزل بيها، بس بتكون هديت شويه، يعني هي بتكون سخنه برضو بس تكون دفيت حاجه بسيطه عشان بس ما تشدش معايا. وهنزل بيها كده طبعا على الصاج بعد ما سويته وفردت فيه الكريمه. هفرده بقى طبعا بالشكل ده. وطبعا عندك شوكولاته
بزودها معلقتين ميه كده او معلقتين حليب، وبحط كده رتوش كده عشوائيه. وممكن كمان تحطي رتوش من الكريم من الكراميل نفسه، صوص الكراميل او جيلو الكراميل. هقطع معاكم طبعا بكل سهوله، بتتقطع معايا سهله جدا، والكيكه طريه جدا وهشه، وكمان اقتصاديه، يعني ببيضتين 2 بس، وفي الخلاط يعني مش عايزه منك مجهود كبير. الكيكه زي ما انت شايفه كده جميله جدا. ده الشكل النهائي بتاعها. صلصة الكراميل مع الكيكة بصراحة موديها في حتة تانية خالص، عايزاكي تجربيها بجد وهتحكمي بنفسك. شكلها حلو جدا وكمان سهلة وبسيطة، يعني كل الحوار هياخد معاكي بالظبط ساعة في التحضير أو أقل كمان. ده الشكل بتاعها النهائي، طرية جدا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الفيديو شارح نفسي. الفيديو بقى لو عجبكم والطريقة لو عجبتكم ما تنسونوش بقى في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.